السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واحبابي في الله، عاملين ايه يا حبايبي؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن تقليب باب غواه كتير بتحبه، غواه كتير عاوزة توصل فيه لمستوى قوي، طبعا اللي هو الحمام الشامي. والحمام الشامي ليه مواصفات زيه زي اي نوع او اي حمامية ليها مواصفاتها، وكل حماماية بتختلف عن التانية في مستواها، بيفرق بينها وبين التانية نمرة أو نمرتين، وده اللي بيخلي الطير يتميز أو يتصنف إن هو مستوى قوي. بمعنى يعني المستوى القليل الفرق بينه وبين المستوى المتوسط نمرة أو نمرتين، والمستوى المتوسط ماشي بينه وبين المستوى القوي نمرة أو نمرتين. هنا بيرجع مش لحبك للباب بس، لا، لحبك لمعرفة المعلومة في المواصفات الصح اللي هي المفروض تكون في فرد الحمام. بمعنى النهارده الحمامة تمام في مواصفاتها بتتكون من نمر، من أول العظم لحد ضافر رجل فرد الحمامة، وكل نمرة بتنشق لنمرتين ثلاثة في نفس النمرة. بمعنى يعني العظم بيبقى احنا بنقول نمرة العظم، طب نمرة العظم بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها تمام تخانة العظم، سمك العظم، لون العظم، تمام، شكل حطة العظم على الدماغ. شفت اهي نمرة اسمها نمرة العظم، بس بتنشق فيها كذا ايه؟ كذا نمرة. بفضل الله بفضل الله في الاول وفي الاخر اي حماماية اقدر اشرح لك عليها مواصفاتها. ليه؟ لان انا كنت تجربة مع غواة عقر في الحمامة، بقيت اول حاجة استمع واشتري وبعد كده اطبق، يعني خدتها نظري وطبقت عملي. فبفضل الله اي حمامية اقدر اوصفها لك بفضل الله توصيف عالمي، مش غرور، لا، تعب وسعيان وحب للمعرفة. اللي بس مخليني ان انا ما اقدرش اكلمك في مواصفات الحمام تمام ان انا ما عنديش النوع تمام اللي اقدر اشرح عليه. ليه بقى؟ لان النهارده اكتريه الغواة ما بتبقاش تستوعب شفوي، تمام، فعايزه حمام في ايدك عشان تشرح له عملي وتعرف له المواصفات. فهنا انا مش بربي كل انواع الحمام، لا اقدر اشرح لك عليه عملي اللي هو انا بربيه. النهارده هنتكلم طبعا في باب الشامي، وباب الشامي بينقسم للحلبي والعبسي والكركندي، والثلاثه دول تمام بيبقوا قريبين من بعض في مواصفاتهم بفضل الله. يعني ايه قريبين من مواصفاتهم؟ يعني الاختلاف بيبقى فيهم بسيط، اللي هو بيبقى الاكتريه في اللون، لان الحلبي طبعا بينشق منه اللون الاحمر واللون الاصفر، لكن العبسي اللي هو الاسود بس، والكركندي بينشق منه كذا لون، لان طبعا اكتريه بعض الغواة بيندرجوا تحت الالوان. فالكركندي بيبقى منه الطحيني يعني هو السيلفر، وفي منه الازرق الرايق، وفي منه الازرق الغامق، تمام. طيب هنا هبدا اقول لك مواصفات الحمام الشامي، وانا قلت لك الاختلاف الاكتر فيه تمام اللي هو بيبقى في الالوان، لكن هم مواصفاتهم كلها قريبه من بعض، تمام. اختلاف برضك لون العظم، ولون العظم بيبقى حسب لون الجدة فرد الحمام. هنيجي هنا طبعا للحمام العبسي وهبدا اشرح لك عملي، تمام. ده بفضل الله شاب عليه 5 ريشات، تمام، يعني في فتره المساخه، تمام. طبعا العبسي تمام الشامي بيبقى لونه اسود، وانا هكلمك في المواصفات اللي هي المواصفات البيور. النهارده فرد الحمام بيبقى عظمه اسود، تمام. كل ما العظم خف وبقى حنين، يعني ايه؟ بقى رفيع وقصير شبه المثلث كده، تمام، ولابس في وش فرد الحمام او دماغ فرد الحمام بزائد بقوره عالية وبورنيطة من الودن بيختلف كتير. يعني في العبس الاسود هتلاقي التكوينات الجامدة قوي في الدماغ
اللي هي القورة والديل هتلاقيهم في القرع. أكترية الحمام الأقرع نسبة كبيرة فيه هد عالي، يعني فيه قورة عالية وفي ديل تقيل وديل وحمامة فيها طول. طيب برضك بعض الهواة حبوا ان هم يجملوا من فرد الحمام الاقرع ده، لان فرد الحمام الاقرع نسبه كبيره منه خشن، بيبقى عظمه محمل، عظمه مصدر قدام شويه، يعني عظمه طويل. طبعا بيكون طبعا حماميه عاليه من على الارض شويه مش واطيه، فهنا بدأوا يدخلوا للحمامة الناعمة شوية تمام على الأقرع. والنهارده أنتج طبعا حمام عبسي بعظم قصير، ده زي هنقول شبه البلاليم اللي في الحلبيات تمام، سواء أحمر أو أصفر، والهد العالي القرى العالية، زائد طبعا اللي هي الجفون الناعمة، زائد الضرايب البيضة. في غواة بيطلقوا عليها بيضة، وفي اللي بيقول عليها الماظ، وفي بيقول عليها عراقي، هي كلها بتندرج تمام تحت مسمى العين البيضة. طيب طبعا البرنيطة بتبقى بالودن الودن. جتة فرد الحمام اللي هو اللون السائد على فرد الحمام لازم يكون اسود، وما يكونش اسود كالح تمام، لان الاسود الكالح ده يا حاجه من الاثنين تمام، يا حرق دم برضك ودي نستبعدها شويه، يا اما الاكتريه ان الغاوي الباب الشامي اللي هو الباب العبسي بيدخل عليه الكركندي. طب بيدخل عليه الكركندي ليه؟ عشان يدي قوره عاليه، وبرضك يدي ديل اتقل ويدي طول اكتر. وهنا تمام بيحصل كلحان، بيبقى فرد الحمام مكلح، فرد الحمام مكلح يعني مجرب، مبقاش اسود بلاك او اسود لميع او اسود مزهزه تمام. طيب في غواة بتدخل عليه الحلبي. طب بيدخلوا عليه الحلبي ليه؟ عشان عايزين ياخدوا من الحلب البرنيطه اللي هي من الودن الود اللي هي بطبقتين تمام، اللي هي بالبلد كده زي القرباش كده تمام، وبياخدوا منه العظم الحلبي، بياخدوا منه العظم الرفيع، بيحاولوا يسمسموا في عظم العبسي بفضل. بس بينتج هنا برضك عشان نكون صراحة، بينتج ايه لما بيدخلوا على الحلبي؟ بينتج ممكن البرنيطة الودن اللي هي طبقتين او زي برنيطة القرباش. طيب بس هنا العظم بيسمسم العظم يسمسم، وبرضك بيدي قورة عالية بس برضك ممكن الجتة تكلح، والديل بيبقى خفيف، لان طبعا الحلبيات معظمها او 90% منها ديلها خفيف. يعني هتبص تلاقي في الحلبي الديل بيتراوح مثلا من 12 ل 15 ريشه، لكن في العبسي والكركندي بفضل الله الديول بتعدي ال 25 وال 30، وفي ناس بيبقى عندها ديول فيها 36 ديل. طيب هنيجي بقى هنا في الديل العبسي، وديل العبسي بيكون ابيض، وديل الحلبي سواء احمر او اصفر بيكون ابيض، وديل الكركندي سواء سيلفر او طحيني او ازرق رايق او غامق برضك بيبقى ديله ابيض. هنيجي هنا بقى في حاجه، الديل هنا برضك مهم جدا. الديل لازم الريشه تكون طويله، كل ما الريشه كانت طويله وكانت الريشه اطول من صندوق، خلي بالك الريشه دي بتاعت الديل لما تكون طويله وواخد تمام مقاس تمام او طول اطول من الهيكل بتاع فرد الحمام ده، بيديه جمال وبيديه قيمه في مواصفاته. الديل هنا كل ما كان الريشه تمام عريضه تمام بتكون افضل. طيب في غوايه بتقول لك ان في ديول بتكون الريشه عريضه وواقفه كده مصدره، وبيكون الريش مسيف يعني واخد كيرف كده، انه احسن. بصوا عشان نتكلم بالامانه، فرد الحمام لما يكون ديله مقلب كده، مقلب يعني مسيف كده على سيفه، وريشته تبقى عريضه وبيكون ريشه تقيل، بيدي جمال، بيبقى الفرد الحمام زي تحس ان هو هزاز، بس ديل مقلوب، مش ديل مرفوع لفوق، ديل مقلوب كده، بيدي جمال طبعا لفرد الحمام. فرد الحمام بيمشي يتمخطر كده تمام، تلاقي الديل من وراه بيلعب كده تمام.
طبعا مع ايه، مع عرض طبعا الريشه وعدد الريش الكتير، بتحس ان فرد الحمام شايل ديل تقيل، فده بيديله جمال برضك. طيب واحد هيقول لي طب العريض، يعني انا لو عايز ادخل حمامه مستواها كويس وفيها كل المواصفات الكويسه، بس ديلها ريشتها طويله وعريضه بس مش مقلمه، مش مشكله يا حبيبي، الموضوع النمره دي سهل. اهم حاجه فرد الحمام يكون الديل بتاعه كله ابيض سلت. انا من وجهه نظري انا بكلمك في ان انت بتشتري فرد حمام غير فرد حمام انت بتفرخه. يعني ممكن فرد الحمام تجيبه تكوينه كله جامد، بس هنا الديل كله ألاجة، يعني الديل باللون الجته تمام، بيبقى فيه ريشتين بس بيض، سواء حلبي او كراكندي او عبسي، بس فيه تكوين جامد يفرخ معاك حمام بديول بيضه، بديول نظيفه. هنيجي هنا بقى ايه في حته برضك في تركه لازم الغوه تعرفها، اللي هي دي بتبقى السيبيا. والسيبيا او بعض الغواه بيطلقوها في بعض المحافظات بتكون حاجه اسمها المغرفه او المحاره او السمكه. وهنا التوصيف بتاع النمره دي اللي هي السيبيا بتندرج اختلافها حسب المحافظات، تمام. وطبعا بتدي نفس ايه، بنفس الصفه، هي بتبقى سيبيا او مغرفه او محاره او سمكه، تمام. بتبقى لون السيبيا دي بتبقى لون الجته، يعني الجته لو سودا لازم دي تبقى سودا، الجته لو في الحاله بتبقى حمراء لازم تكون حمراء، لو صفراء لازم تكون صفراء. لو فرد مثلا سيلفر في الكراكند سيلفر او ازرق او طحيني او ازرق غامق برضك بيبقى لون الجته. طيب هنا بقى هنيجي بقى في حاجه برضك، تمام، لازم الغواة تاخد بالها منها. فرد الحمام ده بمواصفاته في طول. طيب هنا فرد الحمام لازم ما يكونش صندوقه جرم كده، ما يبقاش لا بيبقى مورق زيه مثلا حمام النواعم، تمام، زي الصاف، صندوقه ايه حنين كده، ما بيبقاش صندوقه زي الكريزليات والرمات بيبقى الصدر مفروض كده، لا، كل ما كان فرد حمام صدره مورق كده وصغير كده، تمام، وبيتميز بطول، زائد ان هو فرد الحمام بيكون قصير. يعني ايه بيكون قصير؟ يعني بيكون واطي على الارض. طب واطي على الارض يعني ايه؟ يعني رجل فرد الحمام، تمام، بتبقى كف رجله كده من تحت بيبقى ايه زي ايه اكبر من اليمام شويه، زائد اللي هي الطول بتاع رجل فرد الحمام بيكون قصير. طبعا فرد الحمام مهما وقف، مهما نط، مهما جري، مهما طلع على كندر، مهما على سلاكه او على سلاكه سلك او على سلاكه يعني على خشب، بتلاقي فرد الحمام كاسح على بطنه كده، بطنه تمام، بطنه دي نايمه زحفه كده على الارض، تمام، او واطي بفضل الله، تمام. طبعا ده بيزداد جمال. طيب هنا فرد الحمام لازم ما يكونش مخلخل ناحيه، تمام، الجناح. يعني مخلخل يعني ما يظهرش تصفير او ريش ابيض تحت الجناح هنا، تمام. ونفس الكلام برضك ناحيه الجناح التاني. طيب هنيجي برضك في حته برضك مهمه، فرد الحمام ما يخلخلش. يعني ايه ما يخلخلش؟ يعني ما يبقاش فيه ريش ابيض حوالين الرجل من تحت، تمام، ولا ناحيه المشاخ، يبقى اسود بلاك كده سلت نضيف بفضل الله، اسود بص ما فيهوش اي مشاخ ولا مخلخل ولا الكلام ده كله. وطبعا كل ما كان فرد الحمام في عظمه قصر ويسمسم كده وفي قوره مع كفون هربانه، يعني كفون ناعمه مع ضرايب بيضه، تمام، بتلمع مع برونتها الودن مع جته سودا بلاك مع ديل، تمام، في عدد ريش تمام كتير، سواء اهم حاجه يكون الريش عريض، سواء مسيف او واقف كده مصدر، مفيش اي مشكله، بيزيدوا جمال. وفرد الحمام بيكون صندوقه مورق كده، وطبعا رجليه بتبقى قصيره، بيبقى فرد حمام كده ايه بيقولوا عليه ايه، فرد حمام ورق بيضحك كده، تمام. واي حمامه يا جماعه، اي حمامه في اي باب، تمام، بيكون ليها ايه زي ما بيقولوا كده ايه يعني ستايل، تمام، او ذوق. ده اللي بيختلف بين الغواة. هو ايه اللي بيخلي، تمام، غواة الباب تتشد مثلا لحمام مثلا غاوي فلان،
بيبقى ذوقه ذوق عالي كده، بيروح بالحمامه وبيتخيل بالحمامه، وبيكون عنده فكر تمام واسع الخيال. وبفضل الله طبعا في الاول وفي الاخر هي الارزاق واجتهاد البني ادم، وربك هو ايه؟ الرزاق، وربك هو الخالق، وربك هو اللي بيدي تمام. فكل ده بيفرق ايه مع غاوي الباب بفضل الله، وده اللي بيخليه يتميز بين غوى الباب. مش عايز اطول عليكم في الفيديو، انتظروني كل جديد ومفيد للغاوي والغاية المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.